السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة عن فتاة من سوريا تعيش في سوريا، مخطوبة لشاب سوري. تفاجأت من خطيبها، شافت خطيبها وهو ذاهب، دخل إلى بيت رفيقتها وتفاجأت من الأمر، ولم تعرف ماذا يفعل خطيبها في بيت في العمارة، وهو دخل على بيت رفيقتها. وقامت بعد ما خرج خطيبها هو وأهله وأمه وأبيه، تفاجأت وقلبت في رأسها لماذا دخل العمارة. اتصلت برفيقتها نوال وقالت: ماذا كان خطيبي يفعل عندكم؟ قالت: كان خطيبك يفعل عندنا، أجا ليخطبني. تفاجأت ريم من نوال، قالت: تشلي خطيبي مني وأنا عرفتك على المكان. اعترفت نوال لريم أنها تحب وليد خطيبها، وقالت: أنت الذي دخلتيني بينكم وأني تعلقت به. وقالت ريم: أنا عرفتك عليه ولم قلت لك تحبيه. قالت نوال: أنا حبيت وليد من أول ما شفته، وأنت كنت تتمني لي السعادة. أنا سأتزوج بعد 10 أيام بوليد. تفاجأت ريم من نوال واصطدمت صدمة قاسية، وكانت المفاجأة غريبة جدا. كانت ريم تفكر ماذا فعلت رفيقتها بها، وكانت نوال فرحة للغاية، وكانت أمها تقول: هي رفيقتك، لماذا فعلتي برفيقتك هكذا ووافقتي على الزواج من وليد؟ ريم اصطدمت من الموقف، وكانت تفاجأ نوال بما قامت به. ذهبت إلى العقد وليد ونوال، وصدمت نوال من حضورها بالعرس حق وليد ونوال، الذي كان وليد خطيب نوال. ماذا تعتبرون عن نوال؟ إنها خاينة رفيقتها وإلا كيف؟ اتواصلوا معنا، والتعليقات ليصلكم كل جديد اضغط لايك والاشتراك بالقناة.